إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بغيت نشارك معكم واحد المشكل كان عندي والحمد لله لقيت ليه الحل. بالنسبة للناس اللي عندهم سيانا ولا باليو إيسونس انجيكسيون، المشكل اللي كان فيها هو أنه كانت كتكسيري بوحديتها، كتكون كاع غادي في الطريق حتى كتكسيري بوحديتها والسخونية كطلع دغيا وليسونس كيتكونسوما دغيا. مشيت قلبت في جوجل وقلبت في بزاف ديال لي سيت، كل واحد شنو تيقول لك. كاين اللي تيقول لك راه عندك ستارتر اوتوماتيك هو اللي فيه المشكل، او ولا عندك الفلتر ديال الكابتور ديال الريح هو اللي تيكون فيه المشكل. هاد الجوج هادو هو اللي تيكون فيهم المشكل. هو غير باش نشرحوا للاخوان. دابا كيف ما كتسمعوا الصوت ديال الطوموبيل راه تقدروا تكونوا ما كتسمعوش، حيت دابا راه هي امارش، غير الصوت لارانتي ديالها راها مقاده. بالنسبه للسخونيه ها هي غنسكتوها دابا. غير بالنسبه للاخوان، علاش الطوموبيله كتبقى مكسيريه راسها؟ هي كانت الطوموبيله كتبقى غادا غير كتكسيري غير بوحديتها، راه المشكل ماشي زعما راه كنقولوا البومبه د ليسونس راه كتدفع ليسونس بزاف، حيت راه ليسونس ما كيتدفع حتى كيتكالكيلا في واحد الكمبيوتر هنا بالنسبه اللي عندهم الانجيكسيون. ليسونس ما كيخرج حتى كيشوف نسبه ديال الهواء اللي داخله. الا كانت نسبه ديال الهواء داخله بزاف، راه الطوموبيل كتعطي ليسونس بزاف باش يجي مقاد مع ديك النسبه ديال الهواء اللي داخله باش يتحرق. داكشي علاش كيتكونسوما ليسونس بزاف. يعني الطوموبيله ملي كتبقى مكسيريه بوحديتها، هادشي تيقول لنا بانه راه الهواء راه داخل بزاف، ولكن الهواء منين يمكن ليه يدخل؟ يعني بلاصه وحده اللي كيدخل منها الهواء وهي البابيو ديال الطوموبيل. يا اما الباب ديال البابيو كتكون مبلوكيه، مبلوكيه محلوله، كتبقى محلوله ما كترجعش بلاصتها، يا اما الهواء كيدخل من شي بلاصه اخرى. يعني بالنسبه الا بغيتو تعرفوا البابيو ولا الكابتور ديال الريح ولا ستارتر اوتوماتيك فين كاينين، رجعوا غير الفيديو اللي قبل من هذا، راني حطيت لكم البلايص ديال الكابتور ديال الريح والكابتور ديال الستارتر اوتوماتيك فين كاينين. هادو كاملين حطيتهم لكم فين كاينين. كنعتذر الاخوان ما صورتش لكم هاد التصاويبه اللي صاوبت دابا الطوموبيل. هانتوما كيف ما كتشوفوا ما باقي يديا باقي. هادشي راه كنت بديت فيها البارح بالليل وما كملتهاش حتى اليوم الصباح. خلينا نكملوا لكم المشكل فين كان. المشكل فين كان وهو في الجوان بابيو. الجوان اللي ما بين واحد الحديده كتكون فوق البابيو وما بين البابيو التحتاني كيكون بيناتهم واحد الجوان. هذاك الجوان انا غادي نوريكم كيفاش لقيتو داير. هانتوما اخوت، ها هو هذا الجوان هذا، ها هو. شوف كيفاش لقيتو داير. لقيتو كله مقطع، كله مشنتف بحال هكا. يعني الهواء كان كيدخل من هاد البلايص هادو. ملي البابيو كتحل هاد راه باش تعرفوا هاد الجوان هذا راه كاينه البابيو تحت منه. البابيو كاينه تحت منه. ملي انت كتكسيري كتحل ديك البابيو، كيهبط الريح، كيجي الريح من الفلتر ديال الريح، تيدخل من هاد البلاصه هادي وكيدوز من البابيو، من ديك اللي كتطلع وتهبط من الباب وكتهبط كتدخل لجهه لي زانجيكتور باش كتعطي الكالكول للطوموبيل باش هي كتعطيك ليسونس اللي غيحرق لك هاد الهواء اللي داخل. يعني انا ملي الهواء انا عندي اصلا الهواء كيدخل ليا من الفلتر ديال الريح بوحدو، وكيدخل ليا هواء زايد من هاد الجوان هذا. يعني من بعد ما بدلت هاد الجوان هذا مشيت نقلب عليه ما لقيتوش، ما كاينش. شوفوا كيفاش ولا هاد الجوان هذا ما لقيتوش. الحل اللي درت هو انني شريت بابي جوان، ها هو 5 دراهم، شريته 5 دراهم، وكتقطع عليه هاد الجوان هذا، كتقطعوا عليه بنفس العباره بنفس كلشي، وكدير ليه واحد شويه ديال الكولارينز من تحت ومن الفوق، كتركبو وكتركب عليه البابيو. ودابا راه ركبتها وراه القضيه مزيانه. هذا هو المشكل اللي كان عندي، راني بارطاجيته معكم. ما صورتش حيت ما لقيتش كي ندير، وما عنديش شي سيبور اللي غتشد ليا التليفون ولا هادي. هادشي اللي كاين الخوت. وهادشي كامل قبل ما تصاوبوه ضروري تحيدوا
الموا ديال الباتري، ضروري تحيدوا الموا ديال الباتري. الا ما حيدتوش الموا ديال الباتري بالنسبه للسيان ولا الباليو ايسونس انجيكسيون كيبقى الكمبيوتر ديالها عاقل على المشكل الاولاني اللي كان فيها. يعني خاصك الا بغيتي تفورماتي ديك الكمبيوتر اللي فيها ضروري انك تحيد الموا ديال الباتري لمده ديال 10 دقائق. هذه هي الطريقه باش كتفورماتي الكمبيوتر ديال الباليو ولا ديال السيان ايسونس انجيكسيون. كنعاود نقول انجيكسيون ماشي كاربيراتور.